السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير اوي اوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شفتوا بقى يا جماعة المنظر ده من يوم ما سبت الشقة بتاعتي ديت وانا بقى منظرها عامل كده. شفتوا بقى؟ يعني انا حاليا مش قاعدة فيها. فالعيال مبهدلينها جامد اوي. تعالوا اتفرجوا كده يا جماعة. شفتوا طبعا كان النور مطفي. شفتوا المنظر؟ بالله عليكم ده يرضيكم؟ فأنا اتشجعت بقى كده وقُلت لأ، لازمًا نقوم كده نشجّع وننضّفها، نسمّي بالله كده ونصلّي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ويا رب الفيديو بتاع النهارده يعجبكم وتشجعوني طبعًا. أنا مش عارفة هو في إيه الفيديو مش مضبّط ليه النهارده. يعني حاسة إن الفيديو عمّال بيجري كده ومش مضبّط. طبعًا بقى اشتلت الحاجات اللي كانت مكركبة ديّة واشتلت المقشة واشتلت كل حاجة، ومسكت بقى الصالة نضفتها وخليتها ما شاء الله بتبرق كده وجميلة. واشتلت السجاد طبعًا مش بتاعي يا جماعة، ده بتاع سلفتي، فهي سايباه أمانة عندي طبعًا. فقُلت بقى أنضف بقى بسرعة كده واروّق الصالة. يعني هي بصراحة أنا كنت ناوية أنضف الشقة كلها، بس جالي ضيوف فجأة، فده اللي خلّاني قُمت سايبة اللي أنا كنت باعمله. المهم بقى يا جماعة نضّفت الصالة وخلّيتها بتبرق. اشتلت بقى الكراكيب والعكاويس اللي كانت في قلبها، ولقيتهم بقى العيال مبهدلينها وشايلين البُرقع خالص، عاملين البُرقع. قعدت أحاول بقى أعمل في ناحية وأضبّط ناحية طبعًا، لإن طبعًا ما لقيتش الناحية بتاعته التانية. فاشتلت بقى الحاجات دي واشتلت الجزم اللي كانت على الأرض واشتلت الكركبة كلّها. يعني بجد كان منظر وِحِش أوي أوي. يعني لمّا تسيبي شقتِك بالطريقة ديّة وتبقى خراب بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. ده طبعًا ده بنحط فيه المنظفات في المطبخ أو ممكن في رُكن في الحمام. فأنا طبعًا اشتلته، كانوا جايبينه بيلعبوا بيه برضه. فاشتلته بقى واشتلت الكراكيب دي واشتلت الحاجة خالص، ونضّفت الصالة. ويا رب الفيديو يعجبكم النهارده وتقولوا لي إيه رأيكم وتشجعوني بلايكات حلوة كتير، وتشجعوني يا جماعة على الفيديوهات وتقولوا لي إيه رأيكم فيها. أنا مش عارفة الفيديو جاي مقلوب وعامل كده بصراحة يعني، حاسة إن هو مش مضبّط خالص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعًا قُلت لكم السجاد ده مش بتاعي، فكان تقيل أوي بصراحة، فأنا قعدت أشيل فيه وأحطه جوّه في الأوضة. وطبعًا شِلت بقى الشكارة برضه، لإن الشكارة كانت تقيلة برضه شوية. وعايزة أقول لكم مليكة كانت عمّالة تهِز في الكاميرا وتلعب فيها برضه، يعني كانت رخمة رخامة بصراحة. بس هاعمل إيه بقى، هي طفلة وما ينفعش إن أنا أزعّق لها بقى والّا أعمل فيها حاجة يعني. المهم بقى شِلت بقى كُلّه خالص ونضّفت الحتّة حلو كده. وكانت الشكارة تقيلة طبعًا، لإن هي كان فيها الرُز فكانت تقيلة، كنت أنا طبعًا مبيّضاه، فكانت تقيلة. فحاولت بقى على قد ما أقدر أشتغل فيها لحد ما اشتلتها. وربنا عني بإذن الله كده واشتلتها ونضّفت بقى السفرة. السفرة دي جاية جديدة يا جماعة، ما كانتش طبعًا السفرة دي موجودة. اللي كانت موجودة السفرة المدوّرة وأنتم شايفينها وعارفينها طبعًا. فالسفرة دي جاية جديدة، فالإزازة بتاعتها لسه موجودة تحت ما طلعتش لسه. فقُلت أضبّطها كده. واللي عنده فكرة حلوة إن أنا أحُط في المكعبات اللي في قلب السفرة ديّة إيه، يقول لي طبعًا ويكتب لي عشان أحُط فيها، لإن أنا محتارة طبعًا أحُط فيها إيه. فأنا كان عندي ورد صغير كده قُمت حاطة شوية في قلبها، قُلت يالّا يمشّي الحال. فطبعًا مشى الحال برضه، يعني هي فكرة حلوة مش وحشة. فاللي عنده أي فكرة إن أنا أحُط في المكعبات دي إيه أو بيتحط فيها إيه يعرّفني يا جماعة، يكتب لي ويقول لي أحُط فيها إيه. فحبيبة طبعًا جات قالت لي: "أنا هاساعدِك." قُلت لها: "وماله ساعديني، ما أنتِ اللي مكركباها طبعًا فتساعدني وماله، مش مشكلة لمّا تساعدني طبعًا." فهي بقى وقفت اتشجعت معايا وساعدتني. أنا طبعًا ثبّت الكاميرا على السفرة، لإن السفرة اللي كان تحتها مش نضيف خالص، فكانت عايزة الكراسي تتشال وتتنضف. فأنا طبعًا لقيت العلاقة بتاعة البُرقع دي، بس ما لقيتش العلاقة التانية بصراحة يا جماعة. أنا زعلت أوي، قعدت أدوّر عليها كتير ما لقيتهاش. فأنا حاولت بقى إن أنا أرفع ناحية وأسيب ناحية. فأنا اشتلتها طبعًا واشتلت بقى الكُتب بقى والحاجات ديّة وقلبت السفرة ونفضتها، لإن كان المكعبات ديّة فيها الألوانات الصغيرة دي والحاجات ديّة كان العيال مبهدلينها. فأنا اشتلت بقى الحاجات دي كلّها خالص ونضّفت وضبّطت. وتقولوا لي إيه رأيكم في السفرة حلوة مكانها هنا والّا لأ.
ويا رب الفيديو يعجبكم إن شاء الله، وتشجعوني كده بلايكات حلوة وشير وتقولوا لي إيه رأيكم يا جماعة. هي بصراحة كانت تقيلة أوي بصراحة، فأنا قعدت أحاول فيها كتير، بصراحة هي كانت تقيلة لحد ما نفّضتها بالطريقة ديّة. فهي نضفت الحمد لله. بس برضه أنا مستغربة من الفيديو ليه عامل كده برضه، مش عارفة ليه، مش عارفة ليه حاسة إن هو مش مضبّط كده خالص. أيوًا أنا باحاول إن أنا أشيلها بأي طريقة، وعايزة أقول لكم إن هي كانت تقيلة جدًا، جدًا. فجات حبيبة بقى قعدت تقول لي هاشتغلها معاكِ، فقُلت لها أمّا أخلّص بقى تنضيف ونعدلها أنا وأنتِ سوا. قعدت أحاول بقى ألاقي حاجة بتاعة البرع التاني ده العُلّاقة ما لقيتهاش خالص، فسِبتها طبعًا. قُلت هاشبُكها كده أهو بقى وخلاص، يعني نمشّي حالنا يا جماعة، يعني اللي عايز يتصرّف في حاجة بيتصرّف طبعًا زي ما إحنا قايلين. صلّيتوا بينا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ربنا يشفينا ويشفي كل مريض يا رب ويحوش عننا جميعًا. مليكة عندها كحة صعبة عمّالة تكح يا جدعان. نعم. المهم بقى يا جماعة أنا اشتغلت أهوّة وخلّصت، ربنا يشفيكِ يا بنتي ويحوش عنِّك ويعافيكِ أنتِ واللي زيِّك يا رب، اللهم آمين. عندها الكحة مبهدلاه يا جدعان والله. اللي عنده حاجة للكحة يعرّفني برضه بالنسبة للأطفال، تبقى نصيحة منكم حلوة جدًا. نضّفت طبعًا تحتها وخلاص وتمام التمام، وحطيت السفرة طبعًا مكانها وعدلتها. آآ كان شكلها شيك برضه، وكان شكلها بقى حلو، واللون بتاعها برضه ماشي الحال، حلو تمام. لو عندكم فكرة تانية إن أنا ممكن مثلًا أغيّر اللون بتاع السفرة برضه عرّفوني يا جماعة واكتبوا لي وقولوا لي برضه. أنا طبعًا مستنية منكم تعليقاتكم، مستنية منكم كلامكم الحلو اللي أنتم هتقولوا لي وتشجعوني بيه. خلاص الحمد لله ضبطتها أهيّة وحطيتها. طبعًا هاعدل بقى هاحاول إن أنا أعدلها لإن هي طبعًا حاسة إن هي ما كانتش معدولة أوي، فعدلتها. بعد من كده بقى حطيت الكراسي بتاعتي. حطيت بقى الكراسي بتاعتي مكانها بعد ما كنست أنا عايزة أقول لكم كان طالع كمية كنسة منها كانت رهيبة جدًا والله الشقة دي بصراحة. فإن شاء الله نكمّل بقيتها مع بعض وإحنا مع بعض يا جماعة. ما تنسوش تقولوا لي إيه رأيكم برضه. خلّصت طبعًا بقى وكنست وشدّيت الكنب بتاعي وكنست وراه ونضّفت وراه. بعد ما خلّصت بقى خلاص باكنس بقى وأخلّص أهوّة يا جماعة. كان تعب بصراحة يا جماعة والله العظيم كان منظرها بجد، بجد يعني وِحِش أوي، أوي. كنت زعلانة أوي على منظرها، حاسة إن ما كانش في نضافة، حاسة إن أنا كنت قاعدة مش مرتاحة ولا مبسوطة طبعًا. فقُلت لأ ربنا يعينّي كده ويقوّيني وأقوم أخلّصها وأنضّفها كده واتشجعت طبعًا. بس طبعًا أمّا جه لي الضيوف فجأة بقى خلاص يعني كسّلت تاني بقى ما ينفعش إن أنا أقف أسيب الضيوف وأقعد أنضّف. فكان عندي الوردة ديّة مسكتها قطعتها وحطيتها كده بالطريقة ديّة، فاللي عنده فكرة تانية يقول لي، لإن أنا بصراحة مش عارفة إيه اللي بيتحط هنا. ممكن تقولوا لي مثلًا ورد مجفف، بيتهيأ لي في حاجات تانية بتتحط بس هي إيه مش عارفاها بصراحة يا جماعة. فاللي عارف إيه اللي بيتحط في المكعبات بتاعة الترابيزة دي يعرّفني عشان أجيبها. فلمّيت بقى الحاجة بتاعتي خلاص ونضّفت صالتي والدنيا بقت تمام وكنت مبسوطة جدًا، جدًا بقى. بس طبعًا يا جماعة أنا ما رضيتش أفرشها لإن أنا عايزة أنجِّد الكنب بتاعي ده، عايزة أغيّر القماشة بتاعته. أنا جايبة له قماشة لونها غامقة فعايناها طبعًا، فقُلت إيه أنا هاغيّر القماشة بس زي ما هو كدهوّة أغيّر قماشته بس مش أكتر. يعني قُلت يبقى تغيير ويبقى السفرة مع القماشة مع الصالة مع كُلّه يبقى ماشي مع بعضه. هي طبعًا القماشة لونها بُني فهتمشي طبعًا مع السفرة، بس مش هتبقى ماشية مع البُرْق، بس يالّا هو ماشي الحال، هتبقى ماشية مع السجادة، هتبقى الدنيا كلّها تمام وحلوة مع بعضها جدًا، وهيبقى كلّه شكل واحد طبعًا ولون الحيطة مقرّب لهم طبعًا، فكان الشكل مقارب لهم. الكنب بتاعي طبعًا أنا عايزة أغيّر القماشة بتاعته أعملها سادة، يعني قولوا لي إيه رأيكم أغيّرها والّا لأ؟ فأنا باشد الكنبة عشان أكنس تحتها، لقيت تحتها بسم الله ما شاء الله يعني تقولوا أنا مهاجرة الشقة ديّة بقى لي ييجي سنتين 3 كده والّا حاجة يا جدعان. يعني بسم الله ما شاء الله. لقيت وراها كنسة كتير أوي، قعدت أنضّف فيها بقى واتبسطت أوي يعني بالمجهود ده زي ما أنا قُلت لكم.
فالنضافة حلوة والنضافة من إيمان يا جدعان والله. وانتوا بقى حافظين الباقي، مش عايزة اكمل لكم واقول لكم ايه اللي بعد النظافة. فنضفتها بقى ورجعتها تاني مكانها كده بالشكل ده، وعدلت فرشتها وجبت لها مخدات وحطيتها لها والدنيا بقت تمام والامور حلوة ان شاء الله. يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم وتقولوا لي ايه رأيكم. السفرة والكنب حلوة جدا كده، ولا اعمل تغيير حاجة ولا اغير حاجة؟ يعني انا هستنى طبعا رأيكم وتقولوا لي ايه رأيكم يا جماعة. رأيكم بيفرق معايا جدا. فخلصت طبعا، فجبت الجاروف بقى عشان الم الكنسة. يعني عايزه اقول لكم كميه كنسة كانت رهيبه، يعني لو كانت في الشارع الكنسة دي ما كانتش هتبقى بالكميه اللي انا فيها دي والله. بهدله بهدله. فالمفاجاه بقى بتاعت الشقه ان بقيت الشقه ما نضفتش. يعني انتوا طبعا لما تشوفوا منظر الاوضه ومنظر اللي بقيت الشقه هتتصدموا زي حالاتي بالظبط كده، زمان اتصدمت. بس الحمد لله ربنا بيعدلها وبيعديها والدنيا بتبقى تمام. طبعا اللي معاه مليكة ما بيغلبش يا جدعان. عايزة اقول لكم ان هي غلباني في كل حاجة. وحلاوتها بقى ان انا انضف من هنا وهي تشتغل ورايا الانتيكات والتحف وكل حاجة من هنا. يعني بجد بجد رهيبة 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 يا جدعان. فجبت بوكيه الورد بتاعي الجميل ده، ما كانش عاجب بنتي بصراحة ان انا احطه هنا. قالت لي ايه ده يا ماما ما ينفعش كده. فطبعا انا ما عنديش لسه مفرش سفرة للسفرة ديت. كان عندي المفرش الصغير ده، قلت اكسر اللون شوية او اعمل تغيير. فحطيته وعملته بشكل وردة كده، لفيت البوكيه الورد فيه. فمش عارفة الشكل هيعجبكم ولا لأ. فبرضه هستناكوا تقولولي ايه رأيكم. هستنى رأيكم يا جماعة والله. فحطيته بقى اهو، انا لفيته كده ورد اهو عشان زي ما انتوا شايفين. فحطيت بقى البوكيه في النص وقمت حطاه. لفيت المفرش عليه، لفيت المفرش عليه. فقولوا لي ايه رايكم، شكله حلو كده ولا لا مش حلو؟ قولوا لي الفكره حلوه كده يا جدعان ولا لا، ولا ايه بالظبط، ولا اشتري المفرش خالص. شفتوا بقى كان الشكل النهائي بتاع. طبعا البومبونيره بتاعتي الجميله ديت انا حطيتها وانا حزينه على الغطا بتاعها اللي اتكسر طبعا. بس ان شاء الله هعمل لها غطا ان شاء الله كده، هعمل لها غطا يبقى لايق عليها. كده بقى بعد ما احنا خلصنا وشوية الكنسة والكراكيب بتوعنا اللي كانوا محطوطين همت. يعني نفضت الكنب. لميت البتاع، عدلت الانتيكة اللي كانت على الحيطة لان ما كانتش معدولة خالص. فعدلتها بالشكل ده. اشتلت دي طبعا نفضتها لان كانت عايزة تتنفض خالص، ما كانت متبهدلة. انا طبعا مش عارفة انتوا سامعين صوت مليكة ولا ايه يا جدعان. انا كنت بحاول اسجل لكم الفيديو وهي نايمة بس للاسف صحت. فصحيانها ده قلقني جدا. فانا فضلتها تنفيذ حلو. وطبعا ملكة جت شرفتني، انا كنت سايباها هناك في الشقة التانية يا جماعة وقلت اسيبها. لقيتها جت بقى، قلت اخ يعني كده خلاص هتقلب الدنيا ورايا. فهي طبعا قعدت تقلب الدنيا ورايا برضو، وانا عارفة ان انتوا سامعين صوتها دلوقتي وغصب عني والله. فبحاول على قد ما بقدر ابعد الصوت بس غصب عني هي ما بتسكتش. فهي بقى كانت مشاركاني في اخر الفيديو كده ومشرفاني. فقعدت بقى اكنس بقى ولميت، جبت كيسة كبيرة كده ولميت فيها الكنسة دي كلها وطلعتها برا عشان خاطر ان هي تترمى، ما ينفعش بقى هنسيبها فين. فخلصت وشديت الكنبة التانية ديت لان لقيت الكنبة وراها زبالة. فبرضو نفس القصة في الكنبة الاولانية. فاشتلت الكنبة ديت وعملتها. لقيت برضو وراها كنسة كتير فشدتها وعملتها. ورجعت الكنبة طبعا مكانها. فقلت تمام الدنيا كده خلاص الحمد لله. جبت بقى المخدات ديت من الأوضة من هناك. حطيتها هنا، قلت تغيير طبعا لأن المخدات بتاعتها ما عادتش حلوة خالص لأن أنا مخيطاها على إيدي. ف خفيفة جدا كده يا جماعة، والعيال كانوا مبهدلينها قلت هغسلها برضو. فجبت دول حطيتهم برضو يدوني شكل حلو كده. فانا مرضتش افرش الصاله ليه بقى، عشان خاطر ان انا اغير القماشه بتاعه الكنب. فلو فرشت الصاله والموتور والدباسه والحاجات دي هتعكلي الدنيا وهتبهدل الدنيا. فقلت لا، هسيب فرش الصاله لما ايه، اما ادبس الكنب بتاعي اغير قماشته. بعد من كده هفرشها وان شاء الله هفرشها معاكم.
خلصت بقى اهوت خلاص الحمد لله. وكانت حبيبة عمالة بتساعد معايا برضو بتزق في الكنبة. يعني شوفوا بقى هي هتزق الكنبة ازاي يا جدعان؟ بالله عليكم ده منظر زقة؟ بالله عليكم يعني هي الكنبة هتتزق كده ازاي يعني؟ يعني بالله عليكم هي هتتزق كده ازاي؟ سابتها بقى خلاص معرفتش تزقها خالص، الكنبة كانت تقيلة عليها. انا عارفه ان انتوا بتقولوا لي الكنب ده اشتريه خالص ولعي فيه وغيريه وهاتلي اعملي لي كنب جديد. بس طبعا الظروف ما تسمحش ان انا اعمل كنب جديد، وليه يعني خساره اصلا. يعني هو حلو مش وحش، وبعدين الولاد بقى بتهرس لما يكبروا ان شاء الله نبقى نغير براحتنا. لكن هرس الولاد وكده طبعا بهدله يا جماعه. يعني مش هتقدري تحوشي الولاد يوقعوا حاجه بتاع اطفال كده. طبعا شوفوا بعد ما دهنت الحيطه وظبطتها الحته الحمرا ديت انا كنت عايزه اداريها باي طريقه، لان جت بنت سيلفي بوظت لي الحيطه يا جدعان. يعني مسكتها شخبطت لي على الحته ديت، فانا بقى قعدت امسح فيها وانضف فيها. فطلعت البوهيه بحالها، يعني هي ما سبتتش، طلعت البوهيه بتاعتي بحالها. فالحمد لله عدت على خير. قدر الله ما شاء فعل باذن الله. جبت بقى الصب بتاعي حطيته زي ما انتوا شايفين كده، حبيت احطه برضو كده، وجبت الترابيزه من الشقه التانية وحطيتها. اشتلت بقى المبرد بتاعي خالص، هو عامه هو عايز يتصلح لان هو بايظ. فاشتلته بقى خالص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والله انا عارفه ان انتوا متضايقين من صوت مليكه وما انتوا سامعين صوتي، فغصب عني والله. فقعدت امسح بقى في الصب. عايزه اقول لكم اصلا ان الكهرباء قمت عشان اشغل لقيت الكهرباء قطعه. يعني الكهرباء كانت قطعه من الفجر او من قبل الفجر، فضلت الكهرباء قطعه من قبل الفجر، ما جاتش الا حوالي الساعه 9 الصبح. إيه فما عرفتش بقى ايه، زعلت قوي ان انا ما قمتش الصبح كده وشغلت على القرآن. ده حاجه كانت مزعلاني قوي. فجبت بقى المبخره وجبت المفرش الحلو ده وحطيتها. قلت بقى عشان انا بحب اولع بخور على طول، حطيت بقى المبخرة بتاعتي بالشكل ده. سيبي يا ماما سيبي. حطيتها بقى كده وكده خلاص الدنيا بقت تمام. اتفرجوا بقى على الشكل بتاع الشقة وقولوا لي ايه رأيكم فيها. يا رب تعجبكم. شفتوا بقى الكلام؟ استنوا اوعوا تمشوا، لازم تتفرجوا على الفيديو للآخر يا جماعة وتقولوا لي ايه رأيكم فيه. ايه رأيكم؟ اوعى حد فيكم يغير القناة ولا يروح في حتة ولا يغير المحطة، هزعل منكم قوي قوي. شفتوا بقى الكركبة بتاعتي؟ انا بقى دخلت عشان انضفها ملحقتش يا جدعان، جالي الضيوف. فعديتها بقى وكملت بقى الفيديو بتاعي تاني يوم. طبعا والله يا جدعان ما انا عارفه هو في ايه بالظبط، الكاميرا بتاعتي جايه مقلوبه ليه او جايه عامله كده ليه بصراحه. ما خدتش بالي من الكاميرا خالص ان هي بالشكل ده. فكملت بقى الشقة بتاعتي، قعدت اكنس بقى فيها وانضف فيها وخلصتها تنظيف. وشغلت المكنسة بتاعتي الشطورة اللهلوبة ديت بتنجز معايا طبعا. ف ومسحت بقى البلاط بتاعي. بعد ما خلصت دخلت بقى على المطبخ بتاعي وانا بكنس وبنضف. كنت بجهز في الغدا بتاعي. قولوا انت بتجهزي في الغدا امتى؟ اقول لكم احنا كنا المغرب والله يا جماعه احنا كنا متاخر اصلا. فخلصت بقى قعدت اكنس بقى وانضف حوالين النيش كده وانضف الشقه بتاعتي كده بالطريقه ديت. حبيت ان انا اكمل لكم الفيديو بتاعي، ما تخرجوش وتطلعوا من الفيديو وتقولوا لي ايه رايكم في الفيديو. يا رب الفيديوهات تكون بتعجبكم يا جدعان وتقولوا لي ايه رايكم. حابين اعمل لكم اي تغيير فتعرفوني، انا معاكم في اي حاجه. ويا رب تكون أيام خير وسعادة وهنا علينا جميعا يا رب. وربنا يوفقنا ويسعدنا جميعا. ويا رب يكرمنا ويكرمكم ويحوش عننا الهم والغم ويبعد عننا أي حاجة وحشة. قولوا آمين يا رب، قولوا آمين. وربنا يحمي بلدنا ويعدها لنا على خير إن شاء الله. خلي في بالكم هنا يا جماعة كان الدراع بتاع الكاميرا بتاعي كان اتكسر وأنا ما خدتش بالي إن الكاميرا مقلوبة وإن الفيديو مقلوب. والله يا جدعان انا ما خدت بالي خالص ان الكاميرا بتاعتي كانت مقلوبة خالص. يعني هي انا عمالة بكنس ومش واخدة بالي ان هو الدراع بتاعي يتقلب خالص.
فكانت غصبٍ عني، وأنا ما حبيتش بقى إن أنا أطلع من الفيديو برضه، لأ قُلت لازمًا تكمّلوه برضه معايا وتقولوا لي إيه رأيكم فيه. خلّصت طبعًا، ومليكة قعدت تنحي فيّا طبعًا شوية كتار. أنا بالنسبة ليّا ما باحبش أتكلّم كتير والله يا جماعة، وما باعرفش إن أنا أقول لكم إيه، فباحب إن كلامي يكون قليل جدًا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ونسيت طبعًا أقول لكم يا جماعة، قولوا لي الأرش ده إيه رأيكم أشتغله والّا أسيبه زي ما هو؟ أنا حابة إن أنا أشتغله وأعمل تغيير، فاستنى منكم رأيكم وتقولوا لي إيه رأيكم فيه أشتغله والّا لأ. تشجعوني كده يا جدعان بلايكات كده وبشير وتقولوا لي إيه رأيكم يا جدعان، شجعوني كتير وتحطوا لنا لايكات كتير، كتير، كتير. حبايبي الحلوين طبعًا ربنا يخليكم ليّا يا رب ويبارك فيكم ويصلح حالكم. طبعًا مليكة رايحة جاية ورايا برضه، فقُلت يالّا هي بتلعب شوية بدل ما تقعد تشد فيّا وتعيّط يا جدعان، والله بجد، بجد مهبّطاني، اللي عنده عيال زي حالاتي كده يقول لي رأيه، هاستنى رأيكم. فأنا خلّصت طبعًا بقى وعمّالة أكنس في السجادة بتاعتي، يعني أنا حابة إن أنا أكنسها كنس حلو لإن هُم كانوا مبهدلينها. طبعًا مليكة بتاكل بسكوت، كاراتيه، أي حاجة مثلًا في إيديها بتمشّي توقّع في الشقة كلّها وتبهدل في الدنيا خالص. فأنا بقى قعدت أحاول على قد ما أقدر إن أنا أكنسها حلو وتكون حلوة. شُفتوا بقى هنا البتاع كان وقع خالص وأنا مش واخدة بالي والله يا جدعان. فإيه رأيكم في لون السقف بتاعي؟ اللون حلو صح؟ طبعًا حلو. فحبيت أورّيكم النجفة بتاعتي في الآخر. فأنا ما طلعتش بقى من الفيديو ولا أنا قصّيتها خالص، لإن أنا باتلفت بظروفها لقيت الدراع بتاعي مميّل كده وواقع كده يا جدعان. فكويس إن هو جاب لكم السقف يعني، فمش مشكلة غصبٍ عني. فأنا طبعًا والله ما رضيت أقصّه ولا آجي يمّه فسيبته لكم. على الأقل تتفرّجوا على السقف وتقولوا لي رأيكم اللون بتاعه حلو والّا لأ، والّا أغيّره روخَل، والّا أشتري الفورمة بتاعتي خالص، أشتري النجمة ديّة خالص. غصبٍ عني والله يا جدعان، يعني كل مرّة يحصل أي حاجة في الفيديو مش عارفة ليه والله. خلّصت بقى كنيس، دخلت بقى على المطبخ. أنا كنت طبعًا مجهّزة الغدا يا دوب، بس على التحمير. دي كفتة بطاطس، عملتها كده على السريع وأنا باكنس كده، أطلع أكنس شوية وأخش أبُص على الأكل شوية، أطلع أكنس شوية وأبُص على البوتاجاز بتاعي، أقضي مصالحي كده يعني. المهم مشّيت نفسي طبعًا وما قعدتش وقُلت لأ، لأ هاخلّص بقى وأبقى أطبخ وكده لأ. أنا كنست وطبخت وسيّقت وعملت كل حاجة في نفس الوقت. يعني حبيت إن أنا أكسب وقت معايا كده. فبابُص بقى على الطواجن بتاعتي في الفرن لإن هي أكلة سريعة وبسيطة طبعًا. أنا كان عندي لحمة متعصّجة في الفريزر، فطلّعتها على السريع كده، وقُمت عاملة طواجن المكرونة الخطيرة دي. كان طعمها جميل جدًا وكان طعمها خطير. اعملوها وجرّبوها، هي وصفة بسيطة وسريعة يا جدعان، أنا عملتها معاكم قبل كده. حبيت طبعًا أعمل معاها شوية كفتة بطاطس، يعني أنا ما حبيتش أحمّر البطاطس، حبيت أعملها إيه بطريقة مختلفة شوية. فعملتها بالطريقة اللي أنتم شايفينها معايا دي. يا رب الفيديو يكون عجبكم يا جدعان، ويا رب يكون الأداء حلو، وأنا طبعًا مبسوطة بوجودكم معايا. فأنا باقلِّب بقى في الكفتة بتاعتي أهوّة، يعني أنا عايزة أقول لكم إن كده خلاص بقى، يعني كل حاجة جابت آخرها وما حدش يقلِّس على الطاسة بتاعتي يا جدعان، هي كانت تيفال أصلًا. فدار عليها الزمن من كتر التحمير عليها طبعًا. فأنا باغيّر الزيت على طول وباغسلها وحاولت أنضّف فيها كتير بس طبعًا ما بتنضفش. فسِبتها زي ما هي بقى بالطريقة ديّة، باغسلها وأغيّر الزيت بتاعها وباقلي فيها تاني عادي ما فيش أي مشكلة. ما هياش هتعيط يعني ولا هي قايلة لأ. أي حاجة عندنا في البيت هتمشي إن شاء الله والدنيا هتبقى تمام والأمور هتبقى حلوة، و ونمشّي حالنا طبعًا في الأيام الصعبة اللي إحنا عايشينها دي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله، صلّوا على الحبيب يا جدعان قلبك يطيب. فطبعًا سِبت بقى الكفتة بتاعتي كده طلّعتها، وسِبت الطواجن بتاعتي تبرد كده تمامًا عشان خاطر بقى خلّصت خلاص ونحط بقى الغدا ونتغدى طبعًا، وأنتم طبعًا تشرّفوني وتيجوا تتغدوا معايا.
فكان معايا بس الترابيزة مليكة كانت موقعة بسكوت كتير وكانت مبهدلة الدنيا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. صلوا على الحبيب قلبك يطيب. المهم يا جدعان خلصنا بقى بالطريقة ديت وكنست بقى الأوضة بتاعتي خلاص وتمام التمام. حبيبة طبعا بتنضف في الترابيزة لأن هي كانت مبهدلاها جدا، كانت مليكة مبهدلاها. الركنة كان واقع عليها بسكوت طبعا لأن البسكوت بيفرفت في الحتة خالص. فالشلتة الزغنطوطة دي حاطينها عشان نقعد عليها على الأرض، يعني الولاد تيجي وتقعد عليها. احنا طبعا بنحب القعدة بتاعة الأرض شوية، بتبقى قعدة مريحة وحلوة. فإن شاء الله ربنا يسهل بقى علينا كده ويعيننا ويقوينا. فقولوا لي ايه رأيكم في الفيديو، يا رب يعجبكم. وادعوا المليكة ان ربنا يحوش عنها وتبطل تكح يا جدعان، وربنا يشفيها ويشفينا جميعا يا رب ويشفي المسلمين جميعا. واللي عنده اي فكرة طبعا في التعليقات يقولي على ان انا اعمل لها حاجة للكحة دي تروح، لان انا كاشفة عليها والله يا جدعان بس مش عارفة هي مش مظبطة خالص. فربنا يسترها علينا جميعا يا رب. يومين البرد دول برضو يعني هو بالنسبة لوقتي الجو حلو اليومين دول، بعد من كده الله اعلم بقى الجو هيبقى عامل ازاي، فربنا يعديها. حبيبة طبعا اشتلت لي الترابيزة على رجلها خالص لحد ما انا خلصت كنيس. فخلصت طبعا كنيسة اهوت وتمام التمام والدنيا تمام. ومليكة جت في الاخر وانا بقى بحذرها بقى لا اوعي يا تقلبي الدنيا ولا تنعكشي حاجة، اوعي خليكي بقى محترمة كده وقاعدة مؤدبة معايا كده. وهي عمالة تصوت اهيت وتصرخ يعني. انا انضف من هنا وهي تقلب ورايا من هنا. فقولوا لي اعمل ايه يا جدعان، اعمل ايه؟ اربطها بحبل ولا اعمل ايه؟ ولا اربطها في رجل السرير زي ما هما بيقولوا عشان تفضل في مكان واحد ما تقلبش اي حاجة؟ فنمشي دنيتنا طبعا، ربنا يبارك فيهم ويخليهم اللهم امين. اهم حاجة طبعا انا طبعا زعلانة من منظر الفيديو وهو عامل كده، بس والله غصب عني انا مش عارفة العيب في ايه بالظبط. العيب في الكاميرا بتاعتي ولا في الدراع اللي باظ ولا ايه بالظبط، فربنا يسترها معانا. ده كان بقى الشكل بتاعي النهائي. وطبعا انا مشغله المليكه الشاشه اهوت. فقولوا لي ايه رايكم في الفيديو. وهنا بقى بعد ما انا خلصت جبت ازازه المعطر بتاعتي وعطرت شقتي طبعا. يعني دي معطر انا عاملاه خلطه على بعضها كده يا جدعان، فعملتها. انا بحب ان انا اعمل المعطر بتاعي بايدي لان يديني طاقه كده في قلب شقتي واحس براحه نفسيه. يعني هو مش بدي إيه ريحة اللي هي برضو، بس هو حلو. فأنا عاملاه على ايدي خلطة كده أنا عملتها، فهي حلوة وجميلة بتمنع أي حاجة وحشة في قلب بيتك. فكان لسه عندي شوية مواعين كده في الحوض بعد الغدا. جبت بقى ازازة البريل بتاعتي ديت، فضيت شوية لأن كان البريل خلص. الإزازة ديت ب40 جنيه، ما هيش غالية يعني ولا حاجة بالنسبة للأسعار الغالية. فقولوا لي يا جماعة هي غالية ولا لأ؟ فأنا كنت جايباها ب40. فضيت شوية هي في الإزازة، هي بتقعد معايا طبعا فترة لأن ما بجيبش أزاز من اللي هي الصغيرة ديت. لأ دي حلوة وماشية حالها وبتنضف جميلة. حسبي بقى يا حبيبتي عايزة ايه. فغسلت بقى الطبقين بتوع اللي كانوا في الحوض كده قبل ما اقعد بقى، وخلاص كده خلصت تمام التمام عشان ما يبقاش بقى عند ورايا اي حاجة خالص. ففرشت بقى الخلقة بتاعتي كده اللي اعمل عليها المواعين والاطباق طبعا او اي حاجة في الحوض. فخلصت بقى تمام خلاص وغسلتهم وجهزت الغدا بتاعي. ويا رب الفيديو يكون عجبكم وتقولوا لي ايه رأيكم في الفيديو. خلاص يا حبيبتي بقى ما تزعجيش الناس اكتر من كده والله، متعبة اوي اوي. ربنا يحوش عنك يا بنتي يا رب، انتي واللي زيك. صلوا على الحبيب يا جماعة قلبك يطيب عليه أفضل الصلاة والسلام. مفيش أحسن من الصلاة على النبي والصلاة على الحبيب قلبنا يطيب طبعا. وطول ما احنا قاعدين نذكر الله كده ونفتكر ربنا طبعا، ده أهم حاجة وده أحسن من أي حاجة في الدنيا. وتشجعوني طبعا برأيكم وبالأداء بتاعكم وتقولولي. يا رب الفيديوهات تكون عجبتكم، ويا رب الأداء بتاعي أنا يكون عجبكم وتقولوا لي إيه رأيكم. والله يا جدعان هو ده اللي أنا بعمله على طول، يعني مش عشان أن أنا بصور معاكم بقى لأ، هو ده اللي أنا بعمله ديت حياتي وديت
شغلانتي بيتي وولادي ومطبخي وحياتي، أهم حاجة المطبخ. كان نهاية الفيديو بتاعي، كان الغدا بتاعي طبعًا. فضّيت طواجن المكرونة بتاعتي بالطريقة ديّة، شُفتوا بقى الجمال. كان باقي طاجن طبعًا، قُلت بقى أفضّيه معاكم بقى على الكاميرا. فقعدت أقول يا رب ما يكسفني، يا رب ما يكسفني ويطلع حلو، لإني سِبته لمّا هدا خالص. لكن الطواجن اللي أنا فضّيتها دي ما كانتش لسه هدت، يعني المفروض كنت أسيبها تهدى خالص، فما كانتش لسه هدت معايا. فاسيبها بقى أسيبه لمّا يهدى خالص وهافضّيه معاكم تقولوا لي إيه رأيكم فيه. وقعدت أخبّط عليه كده لمّا نزّل اللي عنده، والحمد لله عدّت على خير وتمام التمام. ويا رب الفيديو يكون عجبكم والغدا بتاعي يكون عجبكم. أشوفكم طبعًا في فيديو جديد وفيديو تاني، وإن شاء الله ربنا يسهّل علينا بإذن الله يا رب، وما نتأخّرش عليكم تاني وما نبعدش بعيد عنكم ولا أنتم تبعدوا بعيد عني. ويا رب يعدّيها لنا ويعدّيها لكم على خير. واوعوا تغيّروا الفيديو ولا تقلبوا إلا لمّا تتفرّجوا على الفيديو للآخر. بالله عليكم يا جدعان اتفرّجوا على الفيديو للآخر وتقولوا لي إيه رأيكم فيه. أنا عارفة إن مليكة عاملة لكم هيصة ودوشة جامدة في قلب الفيديو، ما أنتوش عارفين إن أنتم تسمعوني كويس جدًا. بس طبعًا بكفاية إن أنتم بتتفرّجوا وعارفينّي وعارفين نظامي. ويا رب الفيديو يكون عجبكم. أنا طبعًا باقول يا رب الطاجن ده ما يكسفني، يا رب ما يكسفني. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. شُفتوا الجمال، شُفتوا الحلاوة، اللهم صل على النبي يا جدعان. بألف هنا وشفا وتعالوا اتغدوا معانا. يا رب الفيديو يكون عاجبكم يا جدعان. وطبعًا أنا حبيت أوريكم الكفتة من قلبها عاملة إزاي، هي كانت كفتة بطاطس بس والله. فأنا باعملها كأنها كفتة بلحمة أو بفراخ أو بأي حاجة، هي كانت كفتة بطاطس بس. فحبيت أدوقها وأشوف طعمها حلو والّا لأ، والّا فيها حاجة والّا مش مضبوطة. لقيتها بسم الله ما شاء الله والله يا جماعة كانت طعمها حلو جدًا وكانت حلوة. كان ده الشكل النهائي بتاعي. أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب الفيديو يكون عجبكم يا جدعان. أنا باحاول إن أنتم تشوفوني بس مش عارفة أنتم كنتوا شايفيني والّا لأ بصراحة. السلام عليكم ورحمة الله.